طيب، النهارده الفيديو المنتظر، معرفش مين منتظره بس انا منتظراه. عملت حاجه اشربها وهقول لكم او هعرفكم عن نفسي، لان بجد انا هخلي يعني الفيديو ده مش عارفه ممكن اثبته ازاي، ممكن احطه على اورتي كده عشان انا دايما بيتسال لي نفس الاسئله. فقررت بقى انا اجمع كل الاسئله اللي انتوا بتسالوها دي في فيديو واحد، وقلت لكم في المكان التاني اسألوني كل حاجة انتوا حابين تعرفوها عني وانا هجاوبكم على كل حاجة. وانا جمعت الاسئلة دي وهقول لكم دلوقتي وجاوبكم على كل الاسئلة اللي انتوا عايزين تعرفوها. ولكن الاسئلة الشخصية، في اسئلة شخصية قوي جات لي، دي حاجة انا ما احبش حياتي الشخصية تكون على السوشيال ميديا. انا عارفة ان ده غريب دلوقتي في مجال السوشيال ميديا، واللي هو انتي لازم يكون كل الناس عارفة عنك كل حاجة. انا ما بحبش كده. ففي ناس سألت أسئلة شخصية قوي أنا محبش أكيد أرد عليها، فأنا هرد على الحاجة اللي أنا عارفة إن هي تهمكم أو تفرق معاكم. أول سؤال، بدأتي رحلة تعلم التركي إزاي؟ وش معنى اخترتي التركي؟ وإيه الصعوبات اللي واجهتك في يعني ده 3 أسئلة بسؤال واحد. طيب، بدأت رحلتي في التركي إزاي؟ عشان ده سؤال جالي كتير قوي. انا بدأت في موضوع التركي ازاي، واللي بيقهرني في الموضوع ده قوي، اللي بيقهرني قوي ان في ناس كتير فاكرة ان انا اتعلمت تركي مسلسلات وبعد كده قررت ان انا ادرسه للناس. لا، حرام عليكم. انا اتعلمت التركي في الجامعة. الموضوع جه ازاي؟ الموضوع جه بالصدفة البحتة. انا واحدة ما بحبش اي حاجة فيها رياضة. لما مجموعي جاب ان انا ادخل جامعة قررت ادخل اداب، وبعد ما تدخلوا كلية اداب في جامعة عين شمس في مصر، انا مش في تركيا، جامعتي ما كانتش في تركيا، قررت ادخل كلية اداب في مصر. وبعديها بيكون عندك اختيار ما بين اقسام كتيرة قوي على حسب مجموع اللغات بتاعك، يعني حسب الانجليزي الالماني، حسب انتوا كنتوا واخدين ايه وقتها. الموضوع جه ان انا عاوزه اخش اي جامعه، ما كانش طموحي التركي، ما كانش طموحي اللغات، انا كان طموحي حاجه واحده، ما اخشش اي جامعه حد يقول لي 1+1 بيساوي كام. دخلوني اي حاجه في الحياه مش فارقه معايا، بجد ما كانش فارق معايا. دخلوني اي حاجه في الحياه الا حاجه فيها رياضه، اي حاجه ليها علاقه بالرياضه انا مش عاوزها. المهم ساعتها كانت المسلسلات برضو الحاجات المغلوطه يا جماعه. وقتها المسلسلات التركيه ما كانتش انتشرت قوي. ساعتها كان نازل مسلسل نور ومسلسل العشق الممنوع، والموضوع ما كانش بالكم زي دلوقتي خالص. يعني احنا ما كانش عندنا كم المسلسلات التركيه اللي موجود دلوقتي خالص. ف اختي قالت لي واحنا واقفين كده، قالت لي في كليه بيقولوا ان هي بتدرس تركي، ما تدخليها. قلت لها تركي؟ تركي ايه ده؟ قالت لي ده في مسلسل طلع دلوقتي عامل ضجه اسمه العشق الممنوع، ماله يمكن ليه مستقبل. بجد كان المسلسلات التركيه اصلا مش مشهور، يعني ما كانش واخده الضجه بتاعت دلوقتي دي، ولا قصه عشق ولا حد بيدبل ولا اي حاجه. فقلت لها خلينا اشوفها كده. المهم قعدت دماغي كانت هتنفجر بين ان انا ادخل عبري كليه، كان مجموعي جايب في اللغات، يعني كان مجموعي جايب عبري وكان جايب القسم بتاعي. القسم بتاعي بدرس فيه كذا لغه، يعني مش عايزه ارغي قوي في السؤال ده. المهم قررت في الاخر ان انا ادخل كلية اداب لغات شرقية جامعة عين شمس. اشمعنى اخترت التركي؟ يعني انا اخترته بجد بالصدفة زي ما قلت لكم كده. الصعوبات اللي واجهتني في التركي، انتوا عارفين اول محاضرة خالص دخلتها في التركي، اول محاضرة خالص في التركي كل الناس من حواليا طلعت تجري. يعني اول محاضرة بتعرف فيها على التركي، انا في اول سنة كنت بدرس 3 لغات، كنت بدرس فارسي واردو وتركي. اول ما خدنا المحاضرة الناس كلها حست الموضوع صعب، وانا سمعة حوالين الناس كلها انا هحول من القسم الصعب ده. اللي الست بتقول ده، انا شفت الصعوبة دي مش صعوبة، هي بس عشان حاجة اول مرة انتوا بتسمعوها لاول مرة فطبيعي تحسوها صعبة. انا حبيته من اول محاضرة.
كل الناس كانت عايز تحول، انا حبيت التركي. صعوبات، انا بقالي اكتر من 10 سنين في المجال، فمش عارفه اقول اتكلم عن ايه وعلى عن ايه. يعني اكيد في الاول خالص فكره ان انا اتعلم لغه جديده ده كان موضوع مش سهل، بس ما اعتقدش الموضوع كان فيه الصعوبات بقى اللي هو الصعوبات، يعني فاهمين. تاني تركي تاني سؤال، اتعلمتي تركي في قد ايه؟ والسؤال ده بيتسال كتير قوي، وده من الاسئله اللي ما بحبش اجاوب عليها. ليه؟ لان الناس دايما بتقارن كل حاجه بناس تانية. يعني مثلا اتعلمت تركي في قد ايه؟ انا كأمنية اتعلمته في 4 سنين. بس ليه انا اتعلمته في 4 سنين؟ انا كنت في الجامعه، ففي الجامعه بتاعتي ما كنتش بدرس تركي بس، او انا الجامعه بتاعتي كانت صعبه جدا، صعبه بس كنت بحبها جدا، ماشي. فكنت بدرس للجامعه، كنت بدرس تركي، كنت بدرس لغه عثمانيه قديمه، كنت بدرس فارسي كلغه تانية، كنت بدرس لغه ازريه، لغه دوله اذربيجان. فكل ده مع مذاكره الجامعه خلاني اخد وقت في ان انا اتعلم تركي. اولا كل حد فينا بجد طريقه استيعابه مختلفه عن التاني. انا بكره الناس تطلع تقولي تقدري تتعلمي تركي في 6 شهور. لا يا حبيبتي، ممكن اللي قدامك ما يقدرش يتعلمه في 6 شهور. ممكن الوقت اللي بياخده عشان يستوعب المعلومه مش قدك، ممكن طريقه مذاكرته مش زيك. يعني هو مش ستاندر يا جماعه. عايزين تتعلموا حاجه، خدوا القرار ان انتوا تتعلموها، وخدوا ابدأوا بس، وانتوا شوفوا مع الوقت هتقدروا تتعلموا في قد ايه. مش فارقه تعلموه في سنه، سنتين، 3، مش فارقه. بس انا عن نفسي في 4 سنين عشان الجامعه. شو اكتر حاجه بتحبيها بالاتراك واكتر حاجه بتكرهي؟ اكتر حاجه بحبها في الاتراك ان هي ناس بتحب بلدها جدا. ممكن اي حد يقولك انا بحب بلدي، على فكره برضو اي حد يقولك انا بحب بلدي، لا، الاتراك عندهم حب خالص للبلد. gerçek عشق، يعني عشق حقيقي لبلدهم، بيحبوا بلدهم جدا. اكتر حاجه بكرهها انهم عصبيين جدا، وبالذات في واحده اشتغلت معاهم لسنين، فهم في الشغل ناس سارت زي ما بيقولوا، ناس ناشفه كده جامده شويه. حد بعت لي البراعم الحمراء ولا العبقري؟ حاليا البراعم الحمراء نازل منه 2 حلقات والعبقري نازل منه 3. اختار البراعم الحمراء لان البراعم الحمراء حساء يعني حاجه متكامله بصراحه، لكن العبقري لغايه دلوقتي في الحلقه الثالثه انا حاسه ان هو هيبقى اقوى، بس لغايه دلوقتي انا حاسه ممل شويه. بس انا حاسه ممكن يكون من المسلسلات اللي هتبقى اقوى بعدين، لان الابطال بتوعه اساسا اقوياء، ممثلين يعني اقوياء جدا. فانا حاسه ان هما في المستقبل المسلسل ده ممكن يبقى اقوى. هل حصل موقف مع دكتور في الجامعه قبل كده مثلا طردك، سقطك قصد او كده؟ حاسه كنت من الطلاب المجتهدين قوي، يعني كنت من الطلاب المجتهدين قوي يا جماعه. كنت باجي قبل المحاضره اصلا واقعد في اول ديسك، ما اعرفش كان اسمه ايه، و يعني كنت ملتزم، انا كنت ملتزمه اكتر من الدكتور نفسه. يعني كنت ممكن اطرد انا الدكتور عشان اتاخر، بس انا لا، كنت ملتزمه في الجامعه قوي، ف مفيش حد قدر يمسك عليا غلط. طيب كم إلك بتركيا وليش رحتي عليها؟ والسؤال التاني اللي هو عقدة حياتي، انت عايشه في تركيا وعايشه في تركيا من امتى وبتشتغلي ايه في تركيا، واحكي لنا قصتك في تركيا. حاسه برضو ان بعد الفيديو ده السؤال ده مش هيتبطل يسالي، هتفضلوا تسالوني نفس السؤال، انت عايشه فين وعايشه في تركيا ومش عارفه ايه. وبجد حاسه يعني جيت فتره كده قلت الاسهل ان انا اقول انا عايشه في تركيا واكذب وخلاص، عشان يعني الناس تبطل تسالني السؤال ده. بس الحقيقه يا جماعه انا مش عايشه في تركيا، انا عايشه في القاهره، واشتغلت في مصر ما اشتغلتش في تركيا، درست في مصر ما درستش في تركيا. فانا مش عارفه ليه كل الناس شايفه عشان انا معايا تركي فانا اكيد عايشه في تركيا. مش عارفه المعلومه جت منين، انا مش عارفه. بس يا جماعه انا عايشه في القاهره، ويعني مش عارفه اعمل ايه عشان اثبت لكم ان انا عايشه في ده شجر مصري عادي. فانا انا كل حياتي هنا في القاهره. ايه لغتك المفضله؟ بصراحه بحس ان الفرنش طول عمري ان هو اكتر لغه بحبها. الفرنش عايز اتعلمه جدا،
والتركي انا بحب التركي جدا، يعني بحبه مش بس مجرد ان انا عارفاه وبدرسه، لا انا بحبه. انا بحبك اكتر. ايه اكبر هدف في حياتك؟ ما بحبش اقول اهدافي، يعني دايما يبقى عندكم اهداف كده ما تقولوهاش لحد، يعني اي هدف يكون عندك او عندك في حياتك نصيحة ما تقولهوش، احتفظي بين نفسك لغاية ما تحققيه. درستي تخصص غير اللغة التركية؟ زي ما كنت قايله لكم من شوية، الجامعة بتاعتي كان فيها حاجات كتيرة قوي، يعني كان فيها فارسي وكان فيها لغة عثمانية قديمة وكان فيها أزاري، فكل ده درسته جنب التركي برضو في الجامعة بتاعتي. دي برضو كانت تخصصات مختلفة، ودي أحسن حاجة في الجامعة بتاعتي، يعني أكتر حاجة أنا بحبها إن هي غير أي جامعة تاني، يعني غير الألسن، رغم الألسن مجموعها أعلى، بس الجامعة بتاعتي بتجمع بين كل ده، يعني كان فيها كل الحاجات دي في جامعة واحدة. ايه افضل 5 اعمال تركية بصفة عامة؟ مش لازم يكونوا مسلسلات، يعني افلام يعني ولا ايه؟ مش عارفة. طيب افضل 5 اعمال بصفة عامة تركية، ممكن الاهم دي كبيرة، اهم غير المفضل بالنسبة لك، اهم دي يعني اعمال مهمة. انا بصراحة اشوف مسلسل عاصي، عشان بحب مسلسل عاصي جدا، انا شايفاه مسلسل حلو جدا. حب اعمى، مسلسل حب اعمى. الحفرة، رغم ان هو مش من قائمة المسلسلات المفضلة، بس هو مسلسل مهم جدا، يعني الحفرة مسلسل مهم جدا لازم يتحط من اهم 5 اعمال. عشق من المال الاسود، بحب المسلسل ده جدا رغم ان مفيش حد عمل عليه ضجة. مسلسل فاطمة، انا قعدت افكر، مسلسل فاطمة ومسلسل على مر الزمن. على مر الزمن مسلسل مهم جدا جدا جدا، وحقق نسبة مشاهدة في تركيا لغاية دلوقتي محدش تخطاها. يعني مسلسل على مر الزمن هو المسلسل اللي جاب اعلى نسبة مشاهدة في تاريخ مسلسلات تركيا كلها، ويقال ان لغاية دلوقتي محدش عرف يجيب نسبة المشاهدة دي. فاعتقد دول اهم 5 اعمال. اكيد في اسئلة تانية، اكيد في اسئلة كتيرة، بس محبش اطول الفيديو قوي، ممكن نعمل جزء تاني. ولو انت عندكم اسئلة تانية ممكن تكتبوها لي في التعليقات، وممكن برضو اخد من التعليقات بتاعت الفيديو دي ونعمل جزء تاني اجاوب لكم فيها على اسئلة تانية. بس اعتقد ان انا جاوبت على اهم الاسئله اللي شغلاكوا. بس هو اهم سؤال شغلكوا، انا عايشه في تركيا ولا في مصر؟ بصراحه يعني انا بصراحه عامله الفيديو ده عشان السؤال ده. اشتركوا في القناه، ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان القناه بتاعتنا الحمد لله الحمد لله بتكبر، وانا حابه التفاعل بتاعكم جدا هنا. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. جريشروز.